شراب اللوز وتأثيره على نسبة السكري في الدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا اخوان؟ ان شاء الله منيحين، ان شاء الله طيبين، ان شاء الله اموركم طيبة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا شراب اللوز. شراب اللوز حاطين انه فيه السكر فقط لا غير، راح اصوركم الشاشة. حاطين انه فيه السكر تقريبا 3.5%، 3.6%. راح اصوركم الشاشة. 1.3 كربوهيدرات، يعني الاثنين 4.9 لكل 100 ملي. لكل 100 ملي 4. قول 5% فيه السكر. هذا شراب اللوز جاهز. هلا رح نشربه انا وانتو ونشوف هل برفع السكر ولا لا. بس اول شيء نخضه خضه كويسه. شوف هو صار يكبكب. نخضه خضه كويسه ونشوف هل برفع السكر ولا لا، مع انه فيه 5%. اما بلش في المقطع، بتمنى لايك ومتابعه وتعليق حلو، تشترك على قناتي على اليوتيوب. اهم شيء بركي بنصير 10,000 متابع باسرع فرصه. واذا بتحب تدعم عشان نجيب الجهاز، لا ما تحكي معي على الخاص، لا ما تبعت لي على البايبال، لا ما على الانستغرام، لا ما تبعت لي عملات رقميه. هلا راح نشرب كاسه واحده بس. راح اشرب. فيه قطع، شايفين؟ فيه قطع. لا ما مبالي خربان، ما هو خربان، بس فيه قطع. شايفين؟ فيه قطع، مش يعني مش ناعم، فيه قطع. استنوا اصوركم الشاشة. هي صورنا لكم الشاشة. نشوف نسبة السكري في الدم. أنا عندي نسبة السكري في الدم 121 والساعة 2:35 مساء. وإيش نساوي؟ صور الشاشة. 121 والساعة 100 والساعة 2:35. سمي بسم الله. راح أشرب كاسة واحدة 200 ملي فقط لا غير. صراحة لا له علاقة ما له علاقة باللوز أبدا. يعني إله طعمة لوز بس ما له علاقة باللوز. أو بجوز أنا لأني أول مرة بصراحة، أول مرة بحياتي بشربه. بجوز أنا ما بعرف، بس هذا الكتل مش كتل يعني راح على حالة راحت. يعني ما له كتل طاول. نشوف تاريخ انتهاء الصلاحية يكون أنا شاريه منتهي صلاحيته. انتهاء الصلاحية فين؟ انتهاء الصلاحية لل 2026 2/2/2026. لسه في له معه. بنرجع لكم بس يبلش ينزل السكري في الدم. يا ريتكم حطيتوا لايك. ورجعنا لكم يا اخوان من بعد ما شربنا شراب اللوز. شربنا كاسة حوالي 200 ملي. وانا بصراحة اذا بتقول لي عيدوها بعيدة. انا بلشت مثل ما بتعرفوا، انا بلشت الساعة 2:35. كان سكري 121. السكر ارتفع، بس ارتفع شي بسيط كتير. صار 141 بعد ساعة وربع بالضبط. ايمت الساعة 53. بعد ساعة 35 ربع ساعة، ساعة وربع بالضبط وصل 141 وبلش يعني ارتفع شيء بسيط كتير، بسبب انه حتى هو كاتبين انه فيه السكر، يعني فيه سكر شيء بسيط. بس اذا سويته على ايدك، افضل وافضل انه تجيبه مثلا، تجيب اللوز تنقعه لمدة 24 ساعة، بعدين تضربه بالخلاط. بعد ما تضربه بالخلاط تحطه بمصفي، بعدين تحطه بشغلة، يعني تضربه بالخلاط تحطه بمصفي، تحطه هيك على شغلة وتحط فوقه وزن وتخليه يصفي واشرب. صحة وهنا. شراب اللوز ما عليه أي مشكلة. اكتبوا لي شو بدكم يعني أجرب بالتعليقات. يا ريت تكون حطيت لايك. تحياتي لكم. السلام عليكم.